تصدر وسم سعاد بن جابر قائمة ترند على تويتر في السعودية بعد نشر نجمة مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطأ فيديو خادش للحياة يجمعها بصديقتها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وأرفقوه بتعليقات لأمور فيها سعاد لاموا فيها سعاد على مثل تلك الكلمات الصادرة عنها، وأكدوا على أنهم لا يصدقون أن الفيديو قديم ونشر. فيني محنة، شوش قالت؟ أنا خلصت منها. خلصيني من المحنة اللي فيني، شو بتسوين؟ أنا أشهد. شو بتسوي؟ اللي بسويه ما راح أقوله. الموضوع بالأفعال يا أفعال. أنا عندي الفعل ما عندي القول. جوي الأفعال مو الأقوال. إيش؟ جوي وإذا جيتك تقولي أستحي. برد. وترجم رواد مواقع تويتر غضبهم بتغريدات طالبوا فيها بمحاسبة سعاد من قبل الجهات المعنية لتعمدها الإساءة للفتاة السعودية بنشرها مقطع فيديو وهي تتلفظ بكلمات إباحية. ولعل الهجوم الذي تعرضت له سعاد دفعها لنشر مقطع فيديو آخر توضح فيه ما حصل، وبأن أحدهم تعمد سرقة مقطع الفيديو الذي كانت قد احتفظت به على هاتفها الخاص وقام بتسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة لها. تابعوا معنا رد أنا قاعد أشوف الموضوع الكبير سعاد صباح الخير على الفيديو ثاني حاجة. طبعا أنا قاعد أشوف الموضوع الكبير اللي صار وصل ترند. أول شيء أنا حابة أقول كلمتين فقط قبل لا أقول لكم الكلام الباقي. أول حاجة هذا المقطع قديم وتصور بسنابي الخاص جدا بين الصديقات. الكلام ما في يعني صحة في الموضوع، فقط كان مزح واستهبال. والمقطع من 1.5 سنة، بس ليش طلع الآن؟ طبعا هذا المقطع لو تفتشون جوالاتي الآن اللي معي من فوق لتحت، المقطع مو موجود ولا متصور بأي جوال من جوالاتي. المقطع هذا قديم في جوالاتي الثلاثة اللي انسرقت قبل سنة. أوكي، والموضوع كان في شرطة، كان في نيابة، كان في محكمة، وصارت سالفة طويلة وعريضة، وعلى ما مسكوها الشرطة. والآن 3 جولات موجودة في الشرطة، صار لها تقريبا أكثر من 7 شهور. الموقف اللي أنا فيه الآن صار اللي قبل سنة بالضبط مثل الأحداث هذه. أوكي، تذكرون لما قلتوا لي ليش نزلتي مقطع الاعتذار؟ أول شيء أنا ما نزلته برغبتي الكاملة، وأنا كنت للأمانة الأيام اللي راحت إني أسكت وما أتكلم ولا أقول شيء على كثر الكلام اللي انقال عني. وأتوقع عشت معي كل الأحداث على كثر الكلام اللي انقال عني. عمري ما جبت طاري أحد بشيء، بس الضرر اللي أنا قاعدة أتضرره واللي أنا أسكت عنه تقديرا للعشرة. بس في ناس حسبي الله ونعم الوكيل ما تقدر العشرة. في ناس أمنيتها، ولا أقول لكم هو شخص واحد، ما أقول لكم ناس، هو شخص واحد أمنية حياته يكسر سعاد وما يشوف أحد يحبها. يموت إذا سعاد مبسوطة. أقسم بالله أن أمنية حياتها أني أنا أكون مكسورة ومضرورة. وأنتوا أتوقع عشتوا معاي وشفتوا الكلام اللي طلع والضرر اللي أنا انضريته، ومع هذا كنت أقول حسبي الله ونعم الوكيل واحتسب الأجر عند رب العالمين. بس اللي قاعد يصير شيء يعني لا يرضي الله ولا رسوله. بس أنا حابة أقول لك أن أنت إنسان ما تخاف الله، أنت إنسان ما تخاف الله، وحسبي الله ونعم الوكيل. ويجي لك يوم. أنا الآن في المستشفى جاية بتقرير من الشرطة بسبة ضرب وإهانة وإجبار. أقسم بالله يعني مقطع صار له 1.5 سنة، الغرض إنك تنزله إنك تبغى تأذي هذه الإنسانة وتكسرها، تبغى الناس ما تحبها. هو الآن يبغى يكسرني، يبغى يخليني ما أرفع حتى عيوني من على الأرض. بس عمرك ما راح تكسرني، وأقول لك أرجع أقول لك حسبي الله ونعم الوكيل وما راح أنكسر، وبقوى إن شاء الله. كل شيء في الدنيا لا وقت، كل شيء لا في الدنيا ذا وقت. عادي أنت الآن مبسوط ومستانس إنك أنت ضريتني، بس في يجي يوم وأنا راح أنبسط وراح أستانس لما أشوف المضرتك بعيني. لأن الله يمهل ولا يهمل، وأنا طلعت وتكلمت
القوة، لأن هذا المقطع خاص بيني وبين صديقاتي، ما يقصد فيه أحد، شيء بيني وبين صحباتي ما يقصد فيه أحد. الأغلب الآن بيقول إن المقطع نزل من جوالك. إيه نزل من جوالي، بس مو أنا اللي نزلته. المقطع مثل ما قلت لكم قديم ومتقصد هو ينزله، مثل مقطع الاعتذار، نفس الشيء بالإجبار وبالضرب. والدليل إني أنا الآن بالمستشفى تحويل من الشرطة. وعلى فكرة ترى مبصمني على أوراق إني ما أشتكي عليه ولا أضره ولا أسوي له ولا شيء، بس اللي أنت قاعد تسويه أنت ما تخاف الله فيه، ما تخاف الله فيه. شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.